السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معاكم حلوة ريش بوند الغنية عن التعريف. حلوة رائعة سهلة وبسيطة واقتصادية، والأهم أنها لذيذة بزاف وبكمية كثيرة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ندوزو ان شاء الله للطريقة. بسم الله. عندي 4 ديال البيضات بحرارة المطبخ، 2 كيسان ديال السكر سنيدة، واحد ساشية فاني، 2 كيسان ديال الزيت. وغادي نخلط مزيان البيض مع سنيدة مع الزيت حتى نحسو بديك السكر سنيدة داب، مبقاش عندنا هكا حبيبات. غادي نخلطو مزيان. اختي خواتاتي ما تنساونيش من لايك، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. هاد الريش بوند كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتجي رطبه، كتجي تماما بحال رافاييلو، كتجي واعره بزاف. متنساوش واحد قبيصه شويه ديال المليحه لتحسين الذوق. هنا درت 2 ساشيات ديال كاكاو المر. صافي من بعد ما خلطت مزيان ديك الكاكاو حتى اندمج ليا مع المقادير الاولى. هنا غادي نضيف الدقيق، والدقيق دائما نضيفوه تدريجيا شويه مع شويه حتى يتجمع الخليط. والدقيق راني مغربلاه من قبل، ضروري ما تغربلو الدقيق. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وعلاش لا شي تعليق منكم للتحفيز، الله يجازيكم بكل خير. غادي نضيف 2 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، كل وحده كتوزن 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. صافي وغادي نخلط مزيان، وتبارك الله راها كتخرج كميه كثيره هاد الحلوه. هنا غادي نبقى ندير الدقيق شويه مع شويه، شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه. هانتوما غادي تشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش كتكون. انا تقريبا دخلت لي كيلو ديال الدقيق. كما ذكرت لكم راها كتخرج كميه كثيره تبارك الله. كنت شاركتها معكم بنكهه البرتقال الليمون. دابا هذه درتها بمذاق الكاكاو، راه كتجي زوينه بزاف. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ما تنساونيش من لايك. صافي من بعد ما جمعت العجينه بهذا الشكل، صافي دابا غندير لها شويه واحد قطيره ديال الزيت هكا باش ما تبقى تلصقناش في اليدين بحال هكا. صافي وغادي نشكلها معكم، غتشوفوا معايا. انا جبت واحد اللاطه اللي درت لها بابي د الفران، بابي كويسون. غادي نشكل الحلوه. صافي غنديرها على هذا الشكل، نبسطها شي شويه بين يديا غير شويه. بغيتو تكبروها ديروها كبيره على هكا، بغيتو تصغروها صغروها. من الاحسن تجي هكا متوسطه، انا درتها متوسطه الحجم، ما جاتش كبيره وما جاتش صغيره بزاف. ولا بغيتو تصغروها صغروها. صافي من بعد ما شكلتها غادي نستمر هكا حتى نسالي ونشعل الفران شعلته سخون ونقصلو مزيان على حراره مهيله. وضفت دابا الحلوه ديالي طيب من التحت، وشويه غادي غير تنشف شويه من الوجه. صافي ديك الساعات غتشوفوها معايا. هادي ديال الكاكاو ما كتبغيش طياب بزاف، غير شويه صافي. هذا شكل اخر درتو هكا طويل. شاركت معكم هاد الشكيل هكا. عجينه وحده ونشكلو منها هاد الشكيل حتى هو جا طويل هكا الا بغيتوه. كاسرونه وضعت فيها الكونفيتير ديال المشماش، هذاك السائل ديك اللي جاري ديال الحلوه، وضفت له معلقه ديال ماء الزهر. عندي هنا الكوك للتزيين. هاد الكونفيتير راني خليته طبخ شي شويه مع داك ماء الزهر، طبخ واحد ما كاملاش 5 دقائق. صافي الحلوه ديالي من بعد ما طابت صافي خرجتها.
شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي وكتعطي كميه كثيره تبارك الله. نحيد الحلوى من لاطا ونخليها تبرد شويه. المهم خصها تبرد هي والكونفيتير، تكون الحلوى بارده والكونفيتير حتى هو يكون بارد. المهم الحلوى كلها طابت. دابا غادي نوضع الحلوى في ديك الكونفيتير مع ما زهر، وغنخليها غير واحد شويه ونهزها ونخليها تقطر. خليها تقطر هكا شويه من ديك الكونفيتير، وغادي نوضعها في الكوك. غنزينها بهذه الطريقه، واللي قطرات بهذا الشكل هكا اللي تقطرات مزيان غادي نوضعها في الكوك ونفندها في الكوك. وكتجي واحد الحلوى خطيره لا في المذاق ولا في الشكل، كتجي رائعه. وشاركتها معكم بالكاكاو، كتجي زوينه بزاف بحال اللي كتاكلوا رافاييلو، كتجي واعره بزاف. صافي هنا غادي اللي فنتها غادي نحطها وغادي نستمر على هذه الطريقه. وبنفس الطريقه عاود غادي نهز هذاك اللي خليت تما غير شويه باش كتشرب شي شويه ديال الكونفيتير باش كتجي رطبه، كتجي زوينه. خوتي خواتاتي ما تنساونيش من لايك. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. صافي غادي نستمر هكا. هذه اللي درتها اوفال حتى هي كذلك غادي نوضعها في الكونفيتير بنفس الطريقه. وهذه ما تخليوهاش تحمر بزاف، لان هاد الكاكاو ما كتبغيش طياب بزاف. غير صافي كتنشف صافي صلاة على النبي كنخرجوها من الفران. هنا عندي الكوك اللي ضفت له واحد صاشيه د الكاكاو وخلطته مزيان. هذه ديال اللي درتها على شكل طولي، فنتها في هذا الكوك. والكاكاو المر درتها بهذه الطريقه، راه كتجي زوينه هذه لا الشكل ولا المذاق، كتجي رائعه. وانا فضلوا هذه، كلاو هذه بزاف على الاخرى. شوفوا تبارك الله، الا بغيتو ديروا كل شيء هكا ديروها، راه كتجي واعره، كتجي واحد الحلوه رائعه، كتجي زوينه بزاف. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي وكتخرج تبارك الله كميه كثيره. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه. شوفوا تبارك الله كتجي رطبه 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 تبارك الله. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.